السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوتي كويزين. أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله يدخل عليكم هذا الفيديو بالصحة والهنا إن شاء الله أنتم وأهاليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم جبنا لكم في جوتي كويزين البامبا أو لامونا أو البريوش أو كما تحبوا تسموها، يعني قطنية وخفيفة. قدم ما نوصفها لكم قليل في البنة نتاعها والقطنية، يعني أروع من أروع ما يكون، صدقوني من أروع ما يكون. جربوها وبعثوا لنا في الكومنتير. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش خرجت معانا. شوفوا خفيفة وهشيشة وكل شيء. تقدروا تعمروها بالشوكولات أو تعمروها بلا كريم شانتي من بعد اللي طيب، ولا تعمروها بالشوكولات وطيبوها بها، يعني شوكولات طارتيني هذيك. تقدروا كيما تحبوا نتوما، تقدروا ديروها بوحدها هكذا كين ومن بعدها نتوما كيما تحبوا تعمروها. شوفوا هنايا في ان ريسيبيون ديروا كاس نتاع حليب دافي وكاس تاع ماء دافي او غرفيه او الشيء اللي تكيلوا به. قدوا ما تحبوا كيلو بالغرفيه او بالشوب. احنا هذا الشوب يرفد قد غرفيه. ديروا هنايا 6 معالق نتاع سكر و2 معالق نتاع خميره، يعني قاطو، عفوا خميرة خبز، خميرة يعني تاع بولونجي. وديروا 6 معالق نتاع سكر كنا قلنا لكم، وديروا قد كاس تاع فرينة وتخليوها تخمر، وديروا لافاني وتخليوها تخمر. هذه المرة الأولى خلوها شي 15 دقيقة أو 10 دقائق على حسب الخمار تاعها، على حسب الدفا، يعني على حسب الجو كيكون. تخلطوا كل شي مع بعض هكذا وديروا الفرينة وتخلوها في مكان دافي باش تخمر لكم بالخف. ماذا بكم الفرينة تكون من النوعية الجيدة. هذه المخبوزات تبغي الفرينة تكون ريجيم باش تخرج لكم هشيشة وتخرج لكم قطنية. ديروا قد كاس تاع فرينة، وتقريبا الفرينة قاع راهي مليحة، وتخلطوا كل شيء مع بعض وتخليوها تخمر للمرة الأولى. ها هي بعد ما خمرت نزيدوا الإضافات الثانية هكذا. تخلطوا كل شيء كيما هكذا. شوفوا كيفاش خمرت معانا. ديروا هنا حوالي 6 معالق نتاع الزيت، 6 معالق نتاع الزيت يعني كبار. وديروا هنا المبشور نتاع الليم ومبشور التشينة، هي تعتمد على هذه المنكهات يجو فيها شابين. وتخلطوا كل شيء مع بعض كيما هكذا. ديروا قريصة تاع الملح، هنايا ديروا لافاني سائلة يعني، وتزيدوا شوية من زهرة البرتقال، وديروا لافاني سكر فاني، يعني هذيك الزرقاء تطلق فيها البنة الشابة. ديروا 2 ساشيات كيما هكذا، 2 ساشيات يعني تطلق فيها البنة تاعها مليحة. وتخلطوا كل شيء مع بعض. ديروا 2 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. كسروا كل وحدة على حدة، فلربما تكون وحدة فاسدة تضيع لكم كل الخليط. ديروا ساشية نتاع لاليفير، خميرة حلويات، لاليفير شيميك يعني، وتخلطوا كل شيء مع بعض. ديروا شوية ليم هكذا، قد 2 معالق نتاع ليمون ديروهم وتخلطوا كل شيء مع بعض. وتكونوا من جهة ثانية ناخلين الفرينة هكذا، وتكبوا شيئا فشيئا حتى تحصلوا على العجينة اللي راكم باغينها. ماذا بكم تكون جارية شوية، ما تخلوهاش ناشفة باش ما تجيكمش مدقصة وتجيكم يعني ماشي مليحة، باش تجيكم خفيفة وهشيشة. ضربوها مليح بيديكم باش نعطوها عجينة، وتزيدوا معلقة كبيرة، كنا زدنا شوية تاع الزبدة تاع مارغرين، وتخلطوها معاها وديروا الفرينة حتى اللي تحصلوا على هاد العجينة وتتلصق في اليد. خلوها زيت تخمر. هاي بعد اللي خمرت درنا لها شويه زيت من الفوق وخليناها خمرت. كي تضاعف الحجم نتاعها تعاودوها
تعاودوها بيديكم، غير خبطوها في شغلكم، تخبطوا فيها كيما هكا. شوفي هكذا تخبطوا فيها باش يعني تدي حقها في العجين وتجيكم خامرة وتجيكم هشيشة. خبطوها مليح وخلوها تزيد تكمل في الخمار للمرة الثانية الثالثة. كنا درنا المرة الأولى وهذيك الزوجة وهذه الثالثة. هنايا خبطوا مليح، حاولوا باش تخبطوها مليح مليح غاية الغاية. وخليناها زادت خمرت، وبعد اللي زادت خمرت كنا فرشنا بابي كويسون في السنيوات وقصصناها على هذا الشكل. تقدروا تقصوها بودان أو كيما تحبوا نتوما. حنا قصصنا وحدين كبار وحدين صغار. صغار باغي نحشوهم بالكريمة، وهذوك نخليهم هكذاك. خليناها تزيد في الفوليم هنايا، يزيد الحجم نتاعها حتى اللي تخمر يبان الخمور تاعها. وديروا الكوشه تسخن مليح وتدهنيها بالبيض، وهذاك اللي كسخي تاع الليمون راه يتباع كيما هكذا. وديروا فيها اللوز افيدي تكونوا محمصينه، وتزيدوا فوقه البيض باش ما يطيرلكمش ويبقى لكم مليح. تزيدوا فوق يعني المكسرات اللي ديروها تزيدوا فوقها البيض. وهنايا نديروها طيب، يعني تكوني مريقله الكوشه الفوق والتحت شعلتها. لا كانت فونتي شعليها الفوق والتحت، ولا كانت عاديه شعلي من التحت حتى اللي طيب، عاود شعليها من الفوق. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش خرجت معنا من اروع ما يكون. صدقوني جربوها وما تندموش، وبعثوا لنا في الكومنتير. شوفوا راهي شيشه وطريه ومن اروع ما يكون. نتمنى لكم قاع تنجحوا فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا هذا حشيناها بالكريمه لاكريم يعني عاديه دبلومات او كيما تحبوا، لاكريم باتيسي باش ما تحبوا حشوها شيكولا طاحتيني كيما تحبوا حشوها كيما تحبوا نتوما. هذا الشيء مولي لكم. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى في كيفية جديدة بإذن الرحمن.